النهار ديال اليوم بحياه الاستاذ ديال الماتش، يا ربي نكون غير اللبسه جات بحالو وصافي. كنفيق على 5 الصباح على اخيب بحال ما حلمتها ان التلاميذ كاملين جابوا 20 عندي في الماتش. كنصلي الفجر بالليل وكندعي يا ربي حتى واحد ما يجيب عندي 20 في الماتش، وضروري ما نفطر بشي ايكواسيون اللي كنحل بها دماغي هي الاولى. كنشوف الساعه كنلقاها 7:30، كنحسب المسافه واش تقدني من هنا ل 8:30. كنتعطل على التلاميذ بخمسة دقائق باش نفرحهم شويه، كنغفلهم كي شي سبع وكندخل نقريهم. في هذه اللحظه كيكونوا كيعايروا فيا حيت انا ما كنغيبش وكنجي في اي وقت، واخا يكونوا الفيضانات والشتا كتصب غادي نجي عندهم بحال ما كيبدا الكور. وكنبدا نشرح للتلاميذ على اساس انهم هما راهم فاهمين، ولكن راه حتى شي واحد فيهم ما فاهم شي حاجه. كنسولهم شي سؤال وكنتجاهل هذوك اللي هازين صباعهم، وكنختار اللي ما هاش صبعو كنسولو اشنو فهم. كيجاوبني شي جواب ما عنده حتى شي علاقه بالماتش وكيعصبني، وكنقول لهم نتوما اكفس قسم قريتوه هو ديال هذا العام هذا. بالنسبه للغياب ما كرهتش، كلشي نقيدو غايب ونسقط بنادم. من بعد كنرجع للدار، واحسن لقطه كتفرحني هو تصحيح الاوراق وتسقيط التلاميذ. كنبقى نحط لهم غير في الشفنج والزيروات والجوجات والربعات، واي نقطه جات لي في بالي كنحط عليهم، المهم ما نفوتش لهم 10. بالنسبه للامتحانات كيفاش كنحطهم، خاصني نبدا نحضر الجنون وجميع انواع الشياطين باش انني نحط لهم شي امتحان اللي ما يفهمو حتى شي واحد. كان معكم استاذ ديال الماتش، باي باي.